يلاقي منتخب البرتغال في خامس مشاركة له بالمونديال، يلاقي منتخب كوت ديفوار بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو. العاجين هذه هي المشاركة الثانية لهم، والمنتظر أن يغيب عن صفوف الفريق ديدي دروغبا مهاجم تشيلسي الإنجليزي بداعي الإصابة نفسها ستغيب البرتغالي ناني لاعب وسط مانشستر يونايتد عن المونديال. كابتن أحمد، البرتغال بصراحة في السنوات الأخيرة أيضا فريق ممتع وفريق جماعي وفريق عنده نجم سوبر اللي هو كريستيانو رونالدو. هو ما فيش شك طبعا ان فريق البرتغال من الفرق اللي هي يمكن بدات تظهر على الساحه دلوقتي، وخاصه ما عندهاش بس كريستيانو، عندها كريستيانو وعندها ديكو موجود في نص الملعب، يعني عندها لعيبه كتيره جدا. لكن اعتقد ان كريستيانو مع رفاقه هو عايز يعمل انجاز تاريخي بالنسبه له، خاصه يمكن هو اخذ احسن لعيب في اوروبا او في العالم. فاعتقد ان هو بيامل ان هو مع منتخب بلده ان هو يصنع مجد تاريخي بالنسبه له مع منتخب البرتغال. نعم، برغم ان فرق ساحل العاج يمكن برغم ان هي ما حققتش الهدف بالنسبه لبطوله افريقيا او ما حققتش طموح كويس قوي، لكن فرقه تحترم جدا لان معظم لاعبيها بيلعبوا في اوروبا في انديه كبيره جدا وعملاقه. نعم ماجد، البرتغال وساحل العاج. البرتغال فريق مهاره مقابل فريق قوه بدنيه، من ينتصر؟ المهاره من القوه البدنيه؟ لا، المهاره طبعا. المهاره احيانا تفك على ما يقولون تفك الزنقه. هي بس الشيء الجميل انه في الدروغبا ما حيكون متواجد. نعم. وهو طبعا يعطي لاعبينه دفعه معنويه كبيره ولاعب هداف من اقل الفرص. والكريستيان ما في شك ايضا يعتمد المدرب عليه اعتماد كلي، متى ما ظهر تجد الفريق بصوره جيده، متى ما اداؤه قل الفريق يقل. جميل جميل. اذا البرتغال ايضا وساحل العاج مباراه منتظره، ولكن لقطه